اسم الليمبي الشخصية الكوميدية اللي قدمها الفنان محمد سعد أخد شهرة كبيرة قوي في السنوات اللي فاتت، رغم إنه كان بيقدم شخصية كل ما فيها بيدل على البلطجة والانحراف، إلا إن الشخصية الحقيقية للليمبي كانت أسوأ من كده بكتير. وكفاية إن أقولك إن الليمبي كانت نقطة البداية أو السبب الرئيسي لكل اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي. استنونا بعد الفاصل. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات مع الناس. في 27 يونيو سنة 1917 بريطانيا أرسلت الجنرال إدموند هنري هاينمان الليمبي. بس اسم الليمبي هنا مش زي ما كان محمد سعد بيقوله، هو كان هنا بحرف النون، يعني الليمبي مش الليمبي، والاسم ده اللي استمد منه محمد سعد الشخصية. الجنرال الليمبي كان ليه دور كبير في الحرب العالمية الأولى، لأنه كان قائد التجريدة المصرية اللي كانت مجهزة للاستيلاء على فلسطين وسوريا. وقبل ما نكمل تعالوا نعرف الأول يعني إيه التجريدة المصرية. التجريدة المصرية هي كانت تشكيل عسكري من الجيش البريطاني متمركز في مصر، كان تحت قيادة الجنرال أرشيبالد موراي، واتسمت بالتجريدة المصرية لأن كان موقعها متمركز في مصر، بس ما كانش مشترك فيها أي واحد مصري، كلها كانت من القوات البريطانية. جه الجنرال الليمبي علشان يمسك قيادة التجريدة بعد الجنرال أرشيبالد، وفعلا الليمبي قدر يهزم القوات التركية في معركة غزة سنة 1917 في منطقة بير سبع. وفي 9 ديسمبر من نفس السنة الجيوش الإنجليزية دخلت مدينة بيت المقدس بعد ما الأتراك انسحبوا منها، وطبعا كان الجنرال الليمبي هو اللي ماسك قيادة الجيوش البريطانية. سنة 1918 انتصرت التجريدة المصرية على العثمانيين، والانتصار ده هو اللي مكن إنجلترا من إهداء الأراضي الفلسطينية لليهود اللي اتسمى بوعد بلفور، ودي كانت نقطة البداية لكل اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي. طيب ايه هو وعد بلفور ده؟ وعد بلفور كانت رسالة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1917 من وزير الخارجية البريطاني أرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل وولتر روتشيلد زعيم المجتمع البريطاني اليهودي علشان يرسلها للاتحاد العام بتاعهم. ملخص الرسالة كان بيقول انه بيهدي ارض فلسطين للمجتمع اليهودي علشان يقيموا دولة فيها، طبعا لانها كانت محتلة من القوات الانجليزية بقيادة الجنرال الليمبي زي ما قلت لحضراتكم. والصور اللي امام حضراتكم ديت للليمبي وقواته في شوارع بيت المقدس. وبعد ثورة 1919 في مصر بقيادة سعد زغلول، بريطانيا ارسلت الليمبي للمرة الثانية، بس المرة دي مش قائد للتجريدة المصرية، لا ده عينته المندوب السامي لبريطانيا في مصر، وفضل في المنصب ده 6 سنين. اشتهر في الفترة ديت بتنكيله وتعذيبه وبطشه الشديد للمصريين، حتى انه ألقى القبض على سعد زغلول والمجموعة اللي معاه اللي كانوا مؤسسين للثورة، وأمر بنفيهم خارج البلاد، وكان النفي ده هيتم عن طريق خروجهم عن طريق ميناء بورسعيد. ولما أهالي بورسعيد عرفوا خرجوا كلهم علشان يودعوا سعد زغلول واللي معاه، فبوليس المحافظة بالتعاون مع قوات الإنجليزية منعهم من انهم يعملوا ده، وطبعا ده كله بأوامر من الليمبي. بس الثوار في بورسعيد أصروا انهم يودعوا سعد زغلول، وأصروا انهم يخرجوا من الحصار المفروض عليهم. وكان قائد الثوار في الوقت ده الشيخ يوسف أبو العيلة، وده كان إمام الجامع التوفيق، ومعاه القمص ديمتري يوسف راعي كنيسة العذراء. وفعلا اشتبكوا مع قوات الإنجليز ومع بوليس المحافظة، وفي اليوم ده سقط 7 شهداء ومئات من المصابين. وفي 25 يوليو سنة 1952 بريطانيا قررت مقاطعة الليمبي من مصر، وبرضه من نفس الميناء، من ميناء بورسعيد. وهنا الثوار في بورسعيد قرروا ان هم يودعوا الليمبي وداع يليق بيه، فعملوا دمية كبيرة من القماش والقش فيها شبه كبير من الليمبي، وكتبوا عليها اسمه، وقاموا بحرقها في شارع محمد علي اللي كان بيفصل بين الحي العربي والحي الافرنجي اللي هم العرب والشرق حاليا. واصبحت عادة لحد الان عند شعب بورسعيد انهم يقوموا بحرق دمية الليمبي كل سنة في نفس الميعاد. دي كانت القصة الحقيقية للليمبي، أحقر قائد إنجليزي جه مصر، ونقطة البداية لكل اللي بيحصل من إخواننا البعدة دلوقتي. لو عجبتكم الحكاية شاركوها مع أصدقائكم على المنصات الأخرى، وما تنسوناش من دعمنا بلايك للفيديو علشان ينتشر. ولو أول مرة تشوفنا يشرفنا اشتراكك في القناة، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات مع الناس. ومع الناس عشنا حكايات يا مع الناس قناة كل الناس.